العدد حاليا، لأن ممكن حتى آخر ساعة في قبل غلق باب الترشيح ينضم عدد كبير جدا للمتقدمين في ترشيح للمجلس الإدارة. وإلى الآن زي ما كنا حضرتك النهاردة تقدم بس لمنصب نائب رئيس واحد والعضوية واحد. طيب يعني اليوم من انعقاد الجمعيه العموميه، هل لو الجمعيه العموميه تم انعقادها وتم النصاب القانوني ليها، هل سيتم نجاح النائب والعضو بالتزكيه ام او اذا لم تحضر الجمعيه العموميه؟ طبعا حضرتك ان شاء الله هو اول يوم لعقد اجتماع الجمعيه العموميه يوم 16 ان شاء الله 16/7 في هذا اليوم، وحتى لم يتقدم احد لغايه يوم الجمعه الا نائب الرئيس بس والعضو، فان شاء الله وتم العدد النصاب القانوني للجمعيه العموميه واكتمل، يعتبر الاثنين دول ناجحين بالتزكيه، نائب الرئيس والعضو، ثم يتم بعد كده تعيين باقي الاعضاء والرئيس. إذا لم تحضر الجمعية العمومية؟ إذا لم تحضر كأن لم يكن، لأن بند الانتخاب في الجمعية العمومية هذه المرة وقانونيا يعتبر بند رئيسي بدون لا تنعقد الجمعية العمومية. العضو بيقدم طلب ترشيح، طلب بيقدمه في اللجنة وبنرجع الأوراق بتاعته، بيقدم صورة المؤهل وصورة البطاقة وصورة الكارنيه، اغلب لكم متاكد منه اللي هو عضو في النادي او مش عضو، وكيلو مسدد للاشتراك بتاعه، وبيدفع رسوم 500 جنيه وبياخد ايصال بتسديد الرسوم. يعني بيقدم اللي هو مقدم يعني في المجال اللي هو يعني مثلا لو عاوز ينزل رئيس بنقدم له استمارة رئيس او وكيل او نائب رئيس او عضو تحت السن او فوق السن، فبنشوف بنراجع الاولاد دي كلها ويقدم فيش تشبيه وبنقبل منه الطلب، وبعد دفع 500 جنيه لرسوم الترشيح، وفي النهايه بيبقى العضو قدم اوراقه، وبعد كده بنتحول الحاجات دي للجنه تراجع كل المسألات دي كلها، وبتقرر بقى اذا استبعاده او استبعاده بناء على فيش التشبيه اللي هيجي، ومجلس الاداره بيجتمع بيقرر الاعتماد كل اولاد هذه المستندات. اللي حصل في النادي المصري وحصل اللي حصل من لجنه التظلمات اللي زادت العقوبات على النادي المصري، اسرعت انا ومجموعه من الشباب، على اساس شفنا الظلم الواقع علينا، فجرينا ورفعنا قضيه وجبنا مستشارين من اسكندريه ومن القاهره ومن بورسعيد رفعوا القضيه في القضاء الاداري، وان شاء الله الحكم هيبقى 2/7، وان شاء الله هنتوسل خير باذن الله. كل مشجعي النادي المصري هيتوسموا خير باذن الله يوم 2/7 بعد ما القضاء يقول كلمته ويرجع للنادي المصري حقه باذن الله في عمليه لجنه الانضباط اللي هي لجنه التظلمات اللي ظلمتنا وظلمت النادي المصري، وهيرجع النادي المصري تاني. مش لازم ان الانتخابات بتجيب الاحسن تفرز الاحسن، وطبعا بيبقى في اوضاع خاصه لازم نراعيها ونحطها في حساباتنا، ان طبعا احنا عارفين ان الكوره بقت في مصر بقت فلوس وبقت امكانيات، وفي ظل الاحتراف اللي هو انا بسميه اغتراف مش احتراف، لان طبعا بتتطلب مبالغ ضخمه جدا محدش يعدي يقدر عليها، انا بقول غير المؤسسات الكبرى كمان. فكون ان يجي واحد زي الاستاذ كامل ابو علي ويتصدر هذا الموقف ويبقى موجود ومتواجد ويقدر يسد هذه المعضله بعد الراحل الحاج سيد متولي وربنا يديله الصحه الاستاذ عباب قوطه، الناس كبار دول، فطبعا الراجل ده جسد جزء كبير جدا من اللي كان بيعانيه النادي المصري على مدار مثلا 10 سنوات الماضيه. ده موقف النادي المصري قدام حضراتكم. جالنا رسائل